بين الشرايح يحطوا له مفتاح هنا، يحطوا لها الريموت فقط. وهذا النوع اللي هذا شكله تمام. الأوامر تكون من الأحمر هذا والأبيض تمام بهالشكل. ها النقطة هذه النقطة هذه. الآن الباب انصك وكذا يفتح. هذا النوع إذا بغيت تركب له جهاز تحكم عن بعد العادي يجي معه مفتاح صغير بهالموقع. عندنا حنا خرب كنسلناه وركبنا ضاغط جرس، مجرد ما نضغطه يفتح الباب. طبعا هو فيه طرف سلكين وطرف سلك، انت السلكين تجمعهم مع بعض الاصل كان مع بعض، والسلك توصله مع السلك الثاني بحيث انك تطلع له سلكين فقط مجوز يركبون على مفتاح الضغط. طبعا جهاز التحكم عن بعد اللي هو هذا شكله يجي شيء معه حساس وشيء من دون حساس، ويجي شيء يشتغل على 12 فولت و5 فولت، يشتغل على 220. اهم شيء اللي تحرص عليه انه يعطي اوامر، يصير فيه ريليه مثل بالصورة الثانية هذه. الريليه هو اللون الازرق الداخل بالشريحة، شوفوه يجي ازرق يجي اي لون، بس اهم شيء انه ريليه يعطي اوامر فتح واغلاق. والحساس طبعا اللي جيت تركبه اللي فيه سلك يكون بالمكان الثابت، واللي ما فيه سلك اللي هو المغناطيس يكون بالمكان المتحرك بالرول نفسه. جهاز مركب بأحد المواقع، هذا اللي معه حساس. شوفوا كيف التدوير بهالموقع حلو. شوفوا هذه علبة عصير حلوة الفكرة، يشتغل على 5 فولت. وهذا السلك اللي الحساس شوفوا كيف راكب الحساس فوق هنا، والثاني بالباب نفسه. الآن الباب مبين عنده بالبرنامج انه شغال، انه مفتوح يعني. اذا نزل وصل المغناطيس هنا بالنقطة هذه يعطيه امر انه مسكر. والطرف الثاني هذا موصل مع المفتاح هذا. هذا المفتاح ما كان يشتغل اول ما ركب هذا الباب، بدال باب السحب اللي كان عنده. الشركة هذه لما تركب لك الباب ما تحط لك مفتاح يعني جرس ضاغط، تعطيك ريموتات وبس. ان شاء الله راح اشرح لكم كيف تسحب سلك عشان تحط ضاغط، ولا تحط لك طال عمرك جهاز التحكم عن بعد. تفك مسمارين ذولي، تفك الغطاء الشفاف حق اللمبة تلقاه بمسمارين جوا هنا، مسمار واحد هنا واحد هنا. تفك الغطاء تطلع لك الشريحة هذه. حلو، شوفوا هنا هذا السلك اللي انا وصلتك الايام، سلك وصلناه الان. حلو، شوفوا هنا عندنا 3 نقاط. حلو، احنا نحتاج الثنتين الاخيرات يعني اليسار مع الوسطية، يعني هذه وذي. شو اللي لمسناها الآن الباب سكر. احنا أخذنا القطعة هذه من لابتوب أو من كمبيوتر، استفدنا من نقطتين فقط، الثالثة ملغينا، حاطينه بس كذا ديكور. طبعا قبل شوي قالبه بهالشكل ويركب، لأن أنا موصل 2 ما أذكر شلونه. خلاص يلا جرب يا مدير، جرب. شو الآن مزبوط؟ تمام خلاص. أنا أخذ 0 2 ذولي على العموم، هن 2 الأخيرات حددها عن طريق السكروب. السكروب يوصل بين قطعتين يبين لك. الآن نطبق كل شيء ويرجع كل شيء تمام. كذا نكون انتهينا. حطينا هالمفتاح الله أكبر. خلاص جزاك الله خير 100%. نجي الكباين الرول هذولي في أشكال كثيرة ومختلفة وأنواع وموديلات. باب الموس هذا أول واحد، يجي هنا المرابط هذه آخر مربطين هنا اللي يركب بين السلك، سلك الأوامر. مجرد ما تضغط عليه يفتح الباب. نجي هذا الباب نفس الفكرة، نجي المشابك هذه نشوف آخر 2 فوق. الرسمة دي تدلك على أنه زرار مع الأرضي، نفس الفكرة. بسم الله فتح. يجي هنا هذا قديم نفس الفكرة. تجي تشوف المرابط والمشابك هذه، تناظر الصور تلاحظ الأخير هذا نفس الفكرة. تركب عليه أي جهاز يعطي أوامر، سواء الريموت ولا عن طريق الوايرلس ولا شبكة النت. بطرف أسلك على الموقع تفتح تسكر. إذا ما حصلت مثل المعلومات هذه تمام، إذا تأخذ الأمر عن طريق الأسلاك. حصلت المعلومات تأخذ الأمر عن طريق الأزر هذه. كيف؟ تابع السلك الخارج. طبعا هذا 3 أسلاك، واحد يخص الإنارة، واحد يخص فتح الباب الأوامر عن طريق الزرار، واللي بالوسط غالبا يكون مغذي ال2. تفك السلك. حلو، تجيب بشكل سريع ولحظي تزين الحركة دي ما زبط. تشوف الثاني هذا هو، هذا اللي يفتح
وهذا اللي يسكر. وازن السلك تركبه مكانه حلو، بس احنا عرفنا انه الازرق والاسود هنا اللي يعطينا اوامر. نجرح السلك ونوصل عليه الاسلاك حقات الجهاز الاضافي. يجي لهذا نفس الفكرة، تفك السلك كله لونه ابيض، تسوي فحص سريع، هذا الايمن وهذا الايسر. خلاص عرفنا انه الايسر الوسطي مع الايسر. تركب السلك، تجرح الاوسط والايسر، تركبهن على جهة. يجيك مثل هذا هنا مشكلة، لكن غالبا تصير في معلومات. الارضي مع السلك الاول هو اللي يعطي اوامر. كنت انت هنا واسال الله يتقبل، ويا اصحاب الاجهزة تعالوا خذوهن.